صباح الخير. ايه الاخبار؟ النهارده بقى هنتكلم على الفرق ما بين الايزوهات. اعتقد ان كلكم سمعتوا عن كمية ارقام مهولة في الايزو، بس خلينا نبسطها. هنقسم الايزوهات ما بين حاجة مانجمنت او ادارة جودة، وفود سيفتي يعني سلامة الغذاء. دولت اكتر 2 سيكتورز في مصر. طبعا احنا مش هنتكلم في حاجات تانية لحاجات اكتر ريجليتد اكتر شبه الادويه اند سو، لا احنا خلينا هنتكلم في حاجات الايزو اللي اكتر 2 اللي موجودين في مصر والوطن العربي. طيب انا شركه مانيفاكتشرنج، اوكي، وما عنديش اي حاجه بتدخل الفم، ما بنتجش فود، وما بديش للناس في الفود سيكتور، ما بنتجش اكل. اخد ايه؟ طبعا نبتدي بالايزو 9001. هتقولي ايه هو ايزو 9001؟ هقول الايزو 9001 ده البيزك، الحاجه البسيطه جدا اللي تقولك ايه هي المانجمنت سيستم. انا اعمل المانجمنت سيستم من سكراتش ازاي؟ عندهم كونسبت كده اسمه بيديكا سايكل، اللي هي بلان دو تشيك اكت. يعني انا هبلان انا هعمل ايه، وبعدين هعمل البلاننج بتاعي اللي هو الدو، وبعدين هتشيك، هبص ورايا كده واشوف ها يا ترى انا اللي عامله ده صح ولا لا، وقعدت انه خلاص بقى اي ويل سيستمايز ده. ال 9001 بيعلمك ازاي انك تعمل كواليتي مانجمنت من A to Z، يعني من اول الفندر او الشخص اللي انا بشتري من عنده او البرودكتس اللي انا بجيبها من بره، وبعدين العمليه الانتاجيه، وبعدين البرودكت اللي انا بطلعه، ونوصل لحد الكاستمر ساتسفاكشن. ده كده على بعضه اسمه توتال كواليتي مانجمنت، وده اللي بيحصل في ال 9001. حلو قوي. طيب انا بقى بعمل فود، اروح اخد ايه؟ اروح اخد حاجه اسمها 22000 ايزو 22 سنه فود سيفتي. هتقولي ليه؟ هقول له لانه مشتق من الايزو اللي هو 9001 المانجمنت سيستم. وفي بقى حاجات اكسترا ليه بقى ايه؟ للفود. في بقى حاجات اسمها ايه؟ الحسب الكريتيكال بوينتس، حاجات كتيره كده تبع الفود هنقولها طبعا في وقت تاني وبالتلخيص. بس وات اي مين هنا انه انا هحاول افسر لك الاتنين دول ممكن يكونوا اهم 2 ايزو موجودين في مصر والوطن العربي حاليا انك ممكن تاخدهم. هتقولي في حاجات تانية؟ هقول لك طبعا في ايزو مهم جدا، في حاجات ممكن تتعمل انتجريتد ايزو. يعني اخد ال 9001 اللي احنا لسه شارحينه مع ال 45 مع ال 19. 45 ده السلامة والصحة المهنية السيفتي، مع 19 السستينابيليتي اللي هو بتاع السستينابل انفايرمنت، وده بقى مهم جدا دلوقتي باي ذا واي. وال 27000 ده بتاع السكيورتي بتاع المعلومات عندنا او information security، وخصوصا الشركات اللي ممكن يبقى فيها حاجات فيها telecommunication and so on. طيب خلينا هنتكلم طبعا بعد كده، استنوني تاني هكلمكم عن كل واحد من البروسيس بتاعتهم متوضحه لهم بشكل بسيط. لما عملنا كده لقينا انه تقريبا في اول 3 شهور الديفكتس قل ب40%. يعني بنتكلم عن مجهود قليل جدا، بنتكلم هما كان عندهم حد واحد بس للجودة. الحد ده قدر يعمل الحاجة البسيطة دي، وفوالا زي ما بيقولوا لقينا 40% قل إلا في الديفكتس اللي كانت بتوصل عندنا في الشركة، أو إلا في الأخطاء اللي كانت بتوصل عندنا في الشركة. فبالتالي ما احنا كسبنا ايه في الشركة بتاعتي الكبيرة؟ ان احنا بقى عندنا فيندور موثوق فيه، معدي من الفيندور اسسمنت بتاع الشركة، وفي نفس الوقت اسعاره كويسة جدا. ما بقاش عنده مشاكل شبه الاول، انا عالجت له مشاكله، فبالتالي انا كسبت وقت ومجهود، وقللت كمان في الفلوس. دي دايما من الاخطاء اللي الناس فاكراها، او دايما من الحاجه كده الميث اللي الناس كلها فاكراها عن الكواليتي. مبدئيا الجوده مش محتاجه فلوس كتيره اطلاقا، ولا تاني حاجه بقى ان الجوده هتكلفكوا بقى، يعني اللي هو بقى ايه، انا لازم يبقى عندي كواليتي مانجمنت سيستم كبير، لازم يبقى عندي اوديتنج وكومبلاينس لحاجات كتيره. لا 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 اطلاقا، انت ممكن تبتدي بيبي ستيبس
بالفاينانشال اللي عندك، او بفكر المانجمنت. برضو ممكن تبقى المانجمنت مش عايزه حاجه من from zero to hero، عايزه نمشي step by step. وباي ذا واي دي بتبقى احسن حاجه في الجوده، ان انت تمشي step. شكرا لكم، واستنوني في نصيحه تانية.